عشان ما تسأليش عليا. تعالي بس وانا هعمل لك طاجن ورق عنب بالكوارع تاكلي صوابعك ورق. يا لهوي يا صفيه، الاكل تقيل قوي ده. ماشي. طب اقول لك ايه، انا نفسي في حاجه كده ممكن تعملها لي. ممبار وطحال. ما هي خربانه خربانه. تعالى يا ليل. ورق الافراج بتاعك وصل. مبروك. والنبي صحيح، والنبي صحيح. مبروك. الحمد لله، الحمد لله. مبروك يا ليلى، مبروك يا حبيبتي. مبروك. الف حمد والف شكر لك. مبروك يا ليلى، الف مبروك. مش قلت لك الفرح جاي؟ هو مين اللي خد افراج؟ دي البت ليل بتاعت عنبر المخدرات، والله العظيم فرحت لها قوي. والله العظيم ثلاثة دي غلبانة وتستاهل كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش معقول يا ولا كل ما تجيلي تربطيني الربطه السودا دي يا ولا؟ اعمل ايه؟ مش ضمناك. لما نبقى نتجوز ابقى اعمل اللي انت عايزه. قول لي بقى، ايه حكايتك مع الست اسماء؟ اسماء مين وبتاع مين؟ البت من ساعه ما انت جبتيها البنسيون وهي عينها عليا. الموضوع الاول كان على المداري، بعد كده بقى كله على المكشوف. ولا يا بت عيب، يا بت انا بحب ولا يا بت. يا بت ولاد صاحبتك هي اللي معداكي معاها في نفس الاوضه كمان جوه البنسيون، ولا كاني اقول لها حاجه. وبعدين يعني انا في الاول والاخر انا راجل يعني، وبضعف خصوصا لو مزه يعني. اوعى يكون كلامي ده بيسخنك عليها ولا حاجه لا سمح الله. هي خلاص اسبوعين وهتتجوز ودخول بقى وتسيبني. وانت متضايق كده ليه؟ ماسكه عليك حاجه؟ لا بقى، لو على المسكن انا اللي ماسك، بس انا بقول يعني بلاش نسيح البت، ما كده كده هتغور في داهيه. بت ولا بت يخرب بيتك انا مربوط. ميرسي قوي يا ولاء، بجد اللي انت عملتيه معايا ما يعملوش اخوات مع بعض. مش للدرجه دي يعني، سي نورمال على فكره. سي نورمال؟ لا طبعا مش عادي خالص يا بنت، انت طلعتي جدعه قوي قوي قوي. وعلى فكره انا حكيت لعمرو على كل حاجه انت عملتيها معايا. ما كانش لازم يعرف كل حاجه عنك، خليكي كبيره في نظره. لا 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 لا، انا احب صراحه كده من اولها احكي له على كل حاجه وهو بقى يختار، يا عاجبه يا مش عاجبه. اوكي استني بس. انا جبت لك الهديه الصغيره دي. انا مش هاخد حاجه شاريها لك خطيبك. خطيبي ايه يا عبيطه؟ انا جايبها لك بفلوسي، جايباها لاجدع اختي ليا في الدنيا، بس بقى يا رب تعجبك. سمسم، ايه رايك في علاء؟ رايي في علاء في ايه يعني؟ عايزه رايك فيه من غير ما تتكسفي ولا تداري. عايزه راي اختي في الراجل اللي انا بحبه.
خالد كان لسه دكتور امتياز، عجبني وحبيته. انت ايه رايك فيا؟ اشطر ممرضة جراحة في مصر. ده انت اشطر منهم كتير في المستشفى هنا. مش عايزه اعرف رايك فيا كممرضه، رايك فيا كست. انت ست في الدنيا؟ بجد والله. اللي انت عملتيه معايا ده ما يتنسيش ابدا، ده بينفع رقبتي طول العمر. انا من غيرك كدير ما كنتش اتعلمت حاجه. ممكن اسالك سؤال؟ اسالي. عندك استعداد ترتبط بيا؟ اتجوزنا وعشنا احلى سنين مع بعض وخلفنا مريم، وخلصت الايام الحلوه. طلعت من السجن بعد طول صبر، كانت مريم وحشاني موت، هي وخالد. خالد، مريم، افتحي يا مريم. خالد، مدام ليل ما تتعبيش نفسك. اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. وفاء، مدام ليل رجعت. اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. ادخلي، خشي بيتك. اتفضلي. دكتور خالد لما مشي ما سابش اي اثر وراه، باع كل حاجه. كان كل همه ياخد مريم ويروح حته محدش يعرفهم فيها. انت متعرفيش حصل لهم ايه بسبب القضيه بتاعتك. ما تاكلي بالراحه مسروقه على ايه؟ استنى انا اللي هفتح. ايا كان مين على البال هنزل الشبشب بتاعي على دماغه. يا حبيبتي يا حبيبتي، وحشتيني وحشتيني قوي يا ليل، وحشتيني قوي. وانتي كمان وحشتيني قوي يا صفيه. يا قلبي صفيه، تعالي يا حبيبتي تعالي. كده برضه يا ليل تهون عليكي صفيه السبيان والتجي كلها. 7 سنين يا حبيبتي محرومه مني، 7 سنين سايباني مقطوعة من شجرة، محدش بيسأل عليا ولا بيحن عليا. لميت حواليا شوية الغجر دول، قلت يعوضوني غيابك، هجيب لك تاكي. لا، أنا
عايزه ارتاح. بس واضح ان صفيه بتحب ليل قوي على فكره. حب خالص، من غير بقى ولا شهوه ولا قرف. شكلك متعقده قوي من الرجاله. اكرهه. ايوه، بكره الرجاله. الراجل بيتعامل مع الست على انها محل بقاله، ياخد اللي هو عايزه من على الرف، بضاعه ومعاه تمنها. ايه ده؟ تاني يا عبير؟ رايحة فين؟ همشي يا عصام. اغزي الشيطان وارجعي بيتك اولى بيكي. البيت ده عمره ما كان بيتي. اخر حاجه حلوه بينا خلصت من زمان، ما بقاش فاضل مني غير خدامه. سبت اهلي ومشيت ورا كلامك. اخليكي نجمه، هكتب لك مخصوص جوازنا هيحميكي من الوسط. كانت النتيجه ايه؟ جري الكاتب طول النهار يتكلم عن حريه المراه، لكن في بيته مع مراته شايف ان الست ملهاش غير بيتها وبس. هتلفي وترجعي. حتى لو هسف التراب مش هرجع لك تاني. هتسفي التراب وهترجعي لي. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ خدني بقى يا اخي. اروح لهم عشان اشوف البيت الواد يسيب شغله ويلزق لنا، زي ما يكون هخطفها ولا هعمل فيها حاجه. انا لولا البت كانت بتبقى وحشاني ما كنتش اروح لهم ابدا عشان معاملته الوسخه دي. انا كمان بقيت مستغربة قوي في الفترة الأخيرة. تخيلي يا صفية، سنة بحالها ما يحاولش يجي يزورني، وفي الآخر أخرج ألاقيه خد البت اللي حيلتي وطفش. تفتكري راحوا فين؟ ما يمكن شايف ان دي مصلحتها. يا ترى راحوا فين؟ أنا ممكن يجرالي حاجة يا صفية لو معرفتش مكانهم. بعد الشر عليكي، ان شاء الله هو. وبعدين برضو ما انتي غلطان، رحتي كتبتي له اللي وراكي واللي قدامك. شاء عمرك يا خايبه. كنت عايزة نعمل إيه؟ كنت بحبه، بعت اللي ورايا واللي قدامي كله عشان خاطره. حتة الأرض اللي كانت حيلتي على الفلوس اللي استلفتها منك، كنت عايزة أحقق له حلمه، أعمل له مستشفى صغيرة عشان يبقى دكتور كبير. صدقي الواد ده انا عمري ما ارتحت له، ما دخلش قلبي خالص، ما اعرفش ليه. حاساه كده عيل سيس. انا مش عارفه يا اختي انت حبيتي فيه ايه، وما استغربش ابدا لو خد البت وخلع بيها. أنا كل الكلام ده ما يهمنيش يا صفية. أنا اللي يهمني بس بنتي مريم. أنا صبرت سنين كتير، خلاص بقى الصبر نفس مني. بس هيروح مني فين؟ إن شاء الله حتى أفتح المندل، المهم ألاقي بنتي. عايزة بنتي يا صفية، عايزة بنتي يا صفية. يا حبيبتي كفايه بقى، قطعتي قلبي. اتفضلي اتفضلي. شكرا، كتر خيركم. اوصله يا بنات. على فكره فرح سمسم قرب، واحنا كنا وعدنا ان احنا هنرقص لها ونغني لها. اعمل ايه بقى؟ حظي وحش، المدام شكلها تعبان. ما تيجي تتفرجي، دول بيرقصوا رقص. شوفي الرقصات. على فكره
احنا سمعنا انك بتعرفي ترقصي احلى كمان من صفيه. لا، مفيش احلى من صفيه عمران. انا طبعا ما فيش زي، بس ليل بقى بنت اختي تربيتي واحسن مني كمان. لا تقولوا صفيه عمران ولا صفيه زغلول. ما يلا يا جماعه الغى الدانس او النبي بليز، ده فرح عشان خاطري عشان خاطري. يلا بقى وريني رقصي. هغير وهطلع وراكوا حاضر. طب تعالي انت. طب سيبوها تغير. طب تعالي انت. يا حبيبتي يا حبيبتي اهلا وسهلا. طب ما تشيلي دي، تعالي بسرعه. شغلي الشريك اللي بتاعي اللي جوه ده. ايه بالراحه شويه. الله، ايه في ايه؟ ايه ده؟ شكلكم حكومه. خير، امرني. شفتك فين قبل كده؟ معاك بطاقة بت؟ بطاقه ايه اللي انت بتسال عنها؟ هو انت جايبني من على المواسير مثلا؟ اتكلمي عادل يا بنت اللي حباسك. خفت انا. انت قلة الادب وليلتك سودا معايا النهارده. في ايه؟ في ايه يا امين محمود؟ بتتخانقوا مع الفنانه ليه؟ في حد برضو يتخانق مع بتوع السيما؟ مين صاحبة الزفت البنسيون ده؟ انا يا باشا صاحبه الزفت البنسيون. جهزي لي دفتر النزلاء وبطايقهم، واخر 6 اشهر انا هراجعهم بنفسي. وبلغي الهوانم والمدمزلات اللي عندك ان انا افتش وقت ما احب. على دماغنا يا باشا، بس ده مكان محترم مش غرزه، يعني الدخله فيه تبقى بالهداوه. يلا يا رجاله بالسلام. قرف في شكلك الصبح. الغربال الجديد، اصحاب المحلات كلهم بيشتكوا منه، اما نشوف اخرتها. المهم روحي جهزي روحك انت عشان تروحي مع ليل. عايزه يا ست تروح نقابه الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها، اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد، معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي في بطنك. ده هي يعكنن مزاجك زي ما عكننت مزاجي.
البت اللي جوه دي اتاخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته. هو اقرب واحد لخالد، اكيد يعرف كل حاجه عنه. انت مش قلت ان هو كان موجود؟ كان مضطر ينزل وقال لي اقول لحضرتك ما تجيش هنا تاني. طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. دي نمرتي، خليه يكلمني من فضلك، وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. اتنين عصير قسم من فضلك. كنت بتبرع من المستشفى عندي بأدوية لجار مسنين جنبية اللي عندهم شيخوخة. يوميها كنت رايحة للأغذية اللي جوه المستشفى عشان اخد الحاجة واروح بيها. لقيت الدكتورة فاطمة خارجة بتجري ومتاخدة. ساعتها ما عرفتش ليه. انت رايحه فين؟ معلش انا اسفه، بابا تعبان. صندوق ده جوه عندك على المكتب، انا لازم امشي حالا. ابقي طمنيني عليه. افتح الشنطه بعد اذنك. مين سيادتك؟ مصطفى درويش معاهم مباحث الاسم. هو في حاجه؟ افتح الشنطه بعد اذنك. ايوه في حاجه يعني؟ الشنطه يا مدام. اتفضل. ايه الكرتونه دي؟ ادويه. يعني بتاعتك؟ ايوه بتاعتي. دي جدول قلب، مش دي اللي بتروح للمستشفى ب 2 جنيه وبعد كده لصاحب المزاج ب 200 جنيه؟ تجاره ولا تجاره البودره؟ بودره ايه؟ الكرتونه دي المفروض يبقى فيها ادويه ضغط وسكر، بوديهم لدار مسنين جنبينا هنا. لو مش مصدقني يسال الدكتوره فاطمه. فاطمه والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني هو الحرز على الاسم يلا. اتجار في مواد مخدره وادويه مدعومه. خالد جاب لي محاميين كبار بس كنت خلاص لبست التهمه. انا كنت مديرة المستشفى. ادويه الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السير والسلوك. بتمنى من ربنا الاقي بنتي واشوفها. ان شاء الله تلاقيها، ان شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها كمان. تعالي نعدي. الو. ثانيه واحده. بقول لك ايه، وحياتك قول لسه ان انا جايه له حالا، وودي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرن من الصبح. الو. ايوه يا استاذ فوزي. اهلا اهلا، وحشني والله. فينك يا استاذ؟ تصوير؟ طبعا انا جاهزه، انا جاهزه. حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري وكده. ماشي يا استاذ ان شاء الله. ماشي يا استاذ، مع السلامه. وشك حلو عليا، وشك حلو عليا. جالي شغل جالي شغل. وبعدين ايه بقى؟ محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي قوي عشان ما عنديش حاجه خالص اشتريها. فبقى تعالي معايا. والله فكرتيني، انا كمان محتاجه اشتري هدوم كتير. طيب تعالي.
نروح المحل ده. اتفضلي. انا جايب لك زبون ما بيجيش غير مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه $5000 ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا؟ الحقيني والنبي ولا المغمى عليها جوه. ايه ولاء؟ هي فين ولاء؟ انت بتضحك عليا يا علاء؟ اه طبعا بضحك عليك. ثانية واحدة بس عايز اوريكي صورة حلوة كده. الله نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك، انت ما عندكش دم. حرام عليك، انا يوميها زقتك وهتجري. انا عارف ومصدقك، بس الصورة ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجه. حرام عليك. تعالي كده. هو ده اللي مزعلني، ان ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجة. اسمعي الكلام والنعمة هتنبسطي. انا عايزه افهم انت هتستفيد ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا حاجة. فضايح ايه؟ ربنا ما يجيب فضيحة. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بيعدي عليا انا قاعد لوحدي، لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش هعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. قذر وقليل ادب سافل. بنت خدي طبعا مجنونه، خدي اما اقول لك. استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ ابدا ما فيش حاجه. يعني ايه ما فيش حاجه؟ ده انتي بتتنفضي ولا المتكهربه؟ تعبانه، حمل تعبني. هو الواد الرمى اللي تحت ده ضايقك في حاجه؟ سيبك منه، ده واد زباله. الدنيا كلها بقت زباله. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ صحيتي من النوم. اطلع بره! انت لسه جوز امي ولا ايه؟ اطلع بره! خلاص طيب. اطلع بره! صحيش خلاص. يا حيوان! ما نزلتيش ليه يا كوكي؟ مفيش شغل النهارده ولا ايه؟ هو الشغل بيخلص ولا الهم بيخلص؟ انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده، قلت اشرب حاجه سخنه واخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك؟ اغرفي يا حبيبتي. واحنا مش هنستنى ولا؟ لا بقول لكم ايه، انتوا هتستنوها ولا ايه؟ ولا ملهاش اي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ ايه يا لهوي؟ في ايه؟ كوكي الحقي كوكي! يا نهار اسود كوكي! مالها دي؟ ايه في ايه؟ مالك؟ مالك يا كوكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبتي ربنا يستر يا رب. علاء شو مين بدهم
بحبه انا. الحمد لله الضغط كويس. مش كنت طلبتي مني ليمون من اسبوع؟ خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايزه افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ ده عيا قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكرة احنا لازم نروح عيادة الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائليه؟ اه. انا اسفه يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليل، انا ما اعرفش خالد فين. انت ما فهمتش. شبشبه وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قله ادب ومفيش اكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته. ده غير الفضايح بقى والجرس. فديتك هتبقى بجلاجل قد كده والناس هتبطل تجي لك العياده هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكله بينك وبين خالد، انا ايه ذنبي؟ عايزه بنتي يا خيري. وصلني يا خالد. انا عارفه ان انا عملت له فضايح ومشاكل كتير بس ما توصلش ان هو يمنعني عن بنتي. انا بترجاك دلوقتي يا خيري، اقسم بالله العظيم وحياة حبستي في السجن ظلم. لو رست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد اذنك؟ اديني فرصه وانا هبقى اكلمك. انا استنيت كتير خلاص وصلت لاخري. حسن تليفونك. ما تتأخرش. لم لي الناس دي، انا مش عايز دوشه وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجي ليه طالما مفيش تصوير؟ يا حبيبه قلبي هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور، ده كاف صاد كومبارس صاد. قعدت تقولي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. يا استاذ شوف يا حبيبي، ده اللي كنا هنتفق عليه. يزود لك شويه كلام، شطات مع البطل، وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسيست يطلع للمخرج بسرعه. روحي يا حبيبتي للاستاذ المخرج، خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق، بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي. يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف. اهل الفن واخر الليل. السيمة حلوة واللي فيها أحلى. هي دي الرجولة صح. تصدق بإيه؟ أنا كنت فاكراك بني آدم. انت بتكلميني أنا يا بت؟ ليه؟ هو أنت بني آدم؟ لا موتوسيكل. يا أخويا يا ريت، ده حتى الموتوسيكل بيسخن أكتر منك، بلانيلة. شفت البت صبية العالمة بتكلمني ازاي؟ أنا لو عايز أخرجها أخرجه من النهارده قبل بكرة، بس القانون بقى، القانون لا يعرف السكان ولا أخلاق السكان. على فكرة بنات الرقاصة دول كلهم نسوان شمال، طول ما هم في وسطنا ربنا مش هيبارك لنا أبدا. أحلى كلام قلته يا حاج عبد العزيز، هو ده الكلام. نعمل إيه يا علوة؟ الرقاصة لازم ترحل يا معلم. مالك اتخضيتي كده ليه؟ لا ما اتخضيتش ولا حاجة، اتخض ليه عادي. مش هتطلعي ولا ايه؟ لا مش هطلع، أنا طالعة السجن. في إيه يا باشا؟ في إيه؟ مالك قفشه كده ليه؟ مش قفشه ولا حاجه، بس صراحه يعني راجعه مش شايفه قدامي وانت شكلك رايق صراحه. راجعه مش شايفه قدامك منين كده؟ لا يا باشا لغايه هنا وستوب بقى، الحكومه ملهاش تسال رايحين فين وجايين منين، ولا انتوا فاضيين يعني فوتوا تتسلوا؟ الحكومه ما تسالش، لمي روحك ولا اخدك في اي شك، ولا عشان اتبسطت معاكي هتتجرأي عليا؟ ايدك سقعه كنت حرام عليكي، اخص عليكي يا بنت. بالراحه يخرب بيتك، بعدين والله
مجنونه، هو كده حلو قوي. ما تعرفيش بقى. انا مش فاهمه انت هتتجوزي ازاي منكوسه وانت كده. انا عمري ما حد لبس جسمي. ما بلاش السهوكه. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونه؟ لا طبعا، ده هي مره وحيده عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها، قعد يضحك عليا. اصلها عروسه بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوزد. رايحه فين؟ جايه. والمساج؟ انا بقى اللي هعمل لك مساج. لا لا ما تهرجيش. اصلها عروسه بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوزد. مش زي العرايس اليوزد. ايه مفيش عفه؟ انت بتشوحي يا بنت، بتشوحي لمين؟ انا مش فاهمه. رفعي رد السجون. طب وحياة امك لو اديك رد السجون دي هتعمل فيك ايه؟ الحقوني! انا هقول رد سجون. الحقوني يا صفيه! انا نفسي بقى ناخد بعضينا كده ونطلع على اي مكان فيه بحر وننزل بيتنا. يا اختي نفسي اخلص من الهموم اللي جوايا واغسلها. نفسي اغرق يا صفيه، اغرق. وانت يا بيرو هتروحي للمخرج بتاعك يغرقك انت التانية؟ هروح مشوار وبعدها هاخد دور يقدمني. مشوار ويعدي، لكن الدور ورا دور تاني ودور تالت ودور رابع. هي عمارة وبتطلع، صدقيني بعدها لا في دور تاني ولا دور تالت. اوعي يا بنتي يا بيرو تكوني بتضحكي عليا وما انتش غاوية تمثيل، تكوني غاوية مشاوير. مشاوير ايه بس يا صفية اللي انا غاوياها؟ انا ما شفتش من الرجاله حاجه عدله، ما بيشوفوش مني غير جسم ست وبس. اولع في نفسي يعني عشان يرتاحوا؟ بعد الشر عليكي يا حبيبتي، ان شاء الله امك. ما الست مننا لو ما حستش مع الراجل بالأمان يبقى مالوش لازمة في حياتها. انا بقى غيركم كلكم، انا اخترت راجلي بايدي، علمته كل حاجه على ايدي، عشان كده ما كناش بنبعد عن بعض لحظه واحده. تحب الراجل يحبك، بس وانتي بتحبيه ما تنسيش ان هو عيل، كتر الدلع بيبوظه. بس احنا بقى اتخلقنا علشان ندلع الرجاله، والرجاله تدلعنا. يا واد يا واد. وفي اللي ما دلعتوش امه بس ردعته المنجله كلتها. راجل يفدي الست بدمه بس يطلب دمها لو عصته. يعني ايه راجل؟ أنا عمري في حياتي ما قابلت راجل. تالي زمن الرجالة ده انتهى خلاص. انا بقى قابلته، كان احسن راجل، حبني زي ما انا، رقاصة، راجل حلو وجدع وحنين، وفي لحظة راح وما لقيتش راجل يملى مكانه ولا يرضى بيا زي ما انا. واضح انه كان راجل عظيم، بس الرجاله دي خلصت خلاص. قطعت الرجالة بقى وسيرتها بقى. البت فرحها بعد يومين وانتوا قاعدين تتكلموا على الرجالة. فرح ايه بقى؟ انتوا خليتوا فيها فرح؟ ده انتوا كرهتوني في الجواز. هو انتي فرحك بعد يومين؟ اه. امال ايه اللي بعد 10 ايام؟ ده كاتب الكتاب في الازهر، بعد منها هيسافروا يقضوا شهر العسل، انما الليله الكبيره بقى في الشبكه بعد يومين. ما تزغرطوا لي بقى كده وافرحوا لي.
ايوه يا ستي. استنى استنى. نزليني يا خالد. تعالي حبيبتي تعبانة. تعالي قلبومي. شكرا يا ريس. تعالي يا حبيبتي. عروسه يعني. مش عارفه تعبانه طول الطريق. طب معلش. يا لهوي الحقيني الحقيني يا في ايه؟ بنات. مالك؟ حصل ايه؟ طب ما نجري بيها على المستشفى يا نهار بنات. اسود، مش هنلحق، الميه نزلت، هنولدها فوق. يا لهوي. يلا يا امين. طب يلا اصبري اصبري شويه امسكي نفسك. يلا حبيبتي يلا. مبروك يا ناس. مبروك بقى انت وهي. سمالة سمالة سمالة. والنبي دي اشيلها شويه. القمرات زادوا واحدة يا ناس. يا خراسي. حد ياخد التليفون ويبشر ابو العروس. قولوا له جات لك قمرايه. يا خراسي يا ناس. دي حاجة حصلت لازم أنا أقولها لك. مذكور أخوي عارف طريقي. كوكي. يا نهار اسود. كوكي 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 فوقي. يا الدورة جاتلك ولا ايه؟ ايه كل الدم ده؟ قومي قومي تسندي عليا. قومي قومي. تعالي بالراحة بالراحة بالراحة. ما قلنا تروحي الدكتور. لا حول ولا قوة الا بالله. تعرف يا امشي اني تعبانه والنبي خليهم في الفرح. طب انت ليه ما رحتوش الدكتور يا حبيبتي؟ رحت. قال لك ايه؟ طلب مني اشعه وتحاليل اعملهم واوديهم له. ما تجيبيش سيره يا ليلى، خليهم فرحانين زي ما هم. الو. خالد. يا خالد. اخيرا اخيرا الحمد لله. وانت كمان وحشني قوي، ومريم وحشاني جدا يا خالد. انت فين؟ انا عند صفيه، فاكر العنوان؟ رجعت لي من المدرسة وهي بتعيط. قالت لي انت بتكذب عليا يا بابي. مامي مش مسافرة، مامي في السجن. مامي وحشة. كان ممكن اروح المدرسة وتربقها على دماغهم، بس خلاص مبقاش لي لازمة. عزلتها على الناس كلها عشان ما اسمعش عني جاي حاجة وحشة. بعت المستشفى والعيادة والبيت كله في يوم واحد، حتى العربيات. خدتها ورحنا نعيش في وسط ناس ما يعرفوش عننا اي حاجة. مريم بتحلم بيكي كل يوم الليل. بجد يا خالد؟ انا عايزه اشوفها. بس كده. الهانم في شرم الشيخ بقالها يومين مع صاحبتها. وديني عندها يا خالد. وديكي ليها فين؟ بالراحة بس. احنا هنقول ان انت راجعة من السفر، وانا كمان يومين اول ما ترجع خدها ونطلع على المطار نستقبلك. تكوني انت محضرة شنطة فيها شوية هدايا كده، ويبقى كل حاجة مشيت زي ما انا مرتب لها بالظبط. ممكن تكلمها في تليفون؟ ما تقلقش، انا هسمع صوتها بس مش هتكلم خالص. ايوه يا بابا. حبيبة قلب بابي، قولي لي اخبار البحر ايه؟ شرم الشيخ حلوه قوي يا بابا. كان نفسي تبقى معايا. مش عارفه ايه اللي حصل. مش عارفه مش عارفه. يلا يلا صح.
للأسف الأشعاعات والتحاليل بتقول إن عندك ورم كبير على الرحم ويفضل استئصاله، وده هيبقى في مصلحتك. ما تقلقيش، ده هيتم بسرعة، ويفضل إن احنا نشيل الرحم كله. ده قضاء ربنا، وإن شاء الله هتخف زي الفل. بس ما اقدرش اقول لك غير ان حظك وحش، سواء مع الاستاذ اللي اتجوزتيه او مع الاساتذه اللي قابلتيهم بعد كده. يا بيرو، ممكن اي حد يوعدك بفرصه، لكن مفيش حد يقدر يوعدك لا بالنجاح ولا بالرزق. الاتنين دول مش في ايد اي حد، لا المخرج ولا المنتج، دي حاجه بتاعت ربنا. انت ممكن تعملي كل حاجة حلوة ووحشة وما تبقيش نجمة، وممكن في لحظة تتفتح قدامك أبواب الجمهور وتبقي نجمة النجوم، والفلوس تنزل على دماغك زي المطر من غير حساب، وفي الآخر مش هيفضل لي غير احترامك لنفسك. بس أوعدك إن أديلك فرصة في الفيلم اللي جاي، فرصة في التمثيل مش في حاجة تانية، وعلى قد قدراتك في التمثيل مش في حاجة تانية. ده تليفوني، ابقي كلميني في شهر 5، وامشي بقى علشان صدعتيني وفركشت وعايز اروح. متشكرة يا استاذ. ربنا يخليك يا استاذ. حول ولا قوة إلا بالله. حرام أخذت وحشة عن بيوم قوي قوي. الحمد لله.
معها. كذلك عدم إمكان معاشرة المتهمة أماني علي المرسي بسبب ظروفها الصحية، إضافة لتأكد دخول مجموعة المقبوض عليهم من الرجال للعمارة معا، بينما تم إنكار علاقة أي منهم بالآخر، وهو ما يوحي بخلل في الاستدلال. حكمت المحكمة حضوريا في القضية 114 آداب ببراءة كل من صفية حسين عمران ونيل جمال عبد العزيز وأماني علي المرسي وعبير السيد أحمد وولاء سعد مختار وكريم عبد الرحيم صالح وأسماء رمضان عبد. رفعت الجلسة. خرجنا من الحبس الحبس أكبر. حبس أكبر ليه؟ إحنا كلنا طلعنا براءة، يعني اللي هيجيب سيرتنا هنسيبه يتكلم يا صفية، هنسيبه يتكلم وهنعمل نفسنا كمان مش سامعينه. احنا خرجنا بتقرير الطب الشرعي براءة، مين بقى اللي هيقراه؟ نزلنا من العمارة هنا ملفوفين بملايات معانا 7 رجالة، هتكذبي كل ده؟ عمرو بعت لي وقال لي الحمد لله ان احنا ما كتبناش كتاب. انا فضلت احافظ على نفسي كل الفتره دي وفي الاخر لبست قضيه نار. احنا كلنا اتوحلنا في الطين. كفارة. ايه؟ مش عايز تدخل ولا ايه؟ امال لو ما كانش الواد موسى قال في التحقيق انه تالت مرة يجيلك، وان المرة دي يوم ما دخل عليكي كنت ملفوفة بالبشكير وبترقصي قدام المراية. انت عارف الكلام ده كله كذب، والطب شرعي بقى مش شرعي. احنا اللي بينا كان ودي، ما كانش شرعي. اللي بينا ما كانش ودي يا علاء. انا مراتك قدام ربنا. توكلي على الله، شوفي لك باب غيري وخبطي عليه. اقول لك على حاجة، روحي الواد موسى. موسى حلو، جالك مرة وجالك 2 وجالك 3، خلاص بقيتوا معرفة. ايه قولك يا ابوي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربك يسويها. يسويها كيف؟ دي اتنشرت في الجرانين. يا مذكور يا ولدي ان بعد الظن اسم. ولا انت هتتلكك لها لقد ما اتجوزت ولد ابو دراع؟ نتلكك وايه يا ابوي؟ ده عرضنا. هسوي ايه يعني امال؟ داني غرقاني في الروبه الراسي. وما تخافش هتجيني حيه ومحدش هيمد يده عليها، لا ولد عم ولا خال. كل نفر اولى بلحمه. هتسويه يا ولد الفجريه. حق الله، وربنا يقوينا على الحق. وهو عارف منين ان الزفت اللي كان عندك اسمه موسى؟ ده احنا نفسنا ما نعرفش اساميهم من بعض. وهو عارف منين اصلا الكلام اللي قاله الزفت موسى ده في التحقيق؟ علاء يعرف اللي حتى البوليس ما يعرفوش. ده كأنه كان موجود معاهم، وعارف اللي عملته في الحيوان اللي كان في الأوضة، وعارف كنت لابسة ايه قبل ما يتقبض عليا. طبعا قال الكلام ده وهو مش واخد باله انه محدش يعرف الكلام ده غيري انا والحيوان ده. يبقى احنا كده عرفنا حقنا عند مين. بس المرة دي بالدم يا علاء، والله العظيم بالدم. قومي افتحي الباب يا بيرو. مين حضرتك؟ أنا الدكتور خالد، طليق مدام ليل. ازيك يا خالد؟
هو احنا عملنا لك ايه يا ليلى عشان تعملي فينا كل ده؟ ما كفاكيش تقطيع في قلب البنت اللي ما بتحبش حد في الدنيا قدك؟ انا عملت لك ايه؟ انا سبت الدنيا كلها عشان خاطرك يا شيخ. ما حبيتش قبلك ولا هعرف احب بعدك. دعارة دعارة يا ليل. دي المخدرات كانت ارحم يا شيخ. اروح فين دلوقتي؟ اروح فين؟ البنت وسابت كل اللي تعرفهم عشان مش طايقه تستحمل كلمه تقطع في لحمها عنك، ودي كانت مخدرات. دلوقتي بقى هيقولوا لها ايه؟ يا شريفه. خالد ما عملتش حاجه، انت طول عمرك تعرفني. حرام عليك، اوعى تظلمني انت كمان. طب وحياة بنتي نمرية كفايه وحياة بنتي كفايه. نمرية ما عملتش حاجه. ابعدي عننا يا ليل. ابعدي على قد ما تقدري. لك والله العظيم بريئة، وحياة مريم بنتي بريئة ما عملتش حاجة. الله يسامحك يا شيخة. وحياة مريم ما عملت حاجة، وحياة مريم ما عملت حاجة يا خالد. مريم حبيبة قلب ماما، وحشتيني قوي يا مريم. تعالي في حضن ماما. مش هجيلك يا ماما، انتي وحشة. ليه بتقولي كده يا مريم؟ أنا بحبك قوي. مريم أنا مش قادرة أقوم، تعالي في حضني يا حبيبتي. كل اصحابي يقولوا عليكي انك ست مش كويسة وبتعملي حاجات وحشة، ليه كده يا ماما ليه؟ متصدقهمش، كذابين والله العظيم كلهم كذابين. ماما أحسن واحدة في الدنيا، انتي أغلى حاجة عند ماما. مريم تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضني. لا يا ماما مش هجيلك، انتي وحشة ست مش كويسة، ليه يا ماما بتعملي كده معايا؟ مش هجيلك مش هجيلك. مريم 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 تعالي هنا، كلهم كذابين ما صدقهمش. مريم مريم الرحمن الرحيم. مالك يا حبيبتي؟ بس يا سمسم وبيرو فين؟ في اوضتهم يا اختي. ندهيهم، لازم انزل من الكلب اللي تحت ده. تنزلي فين؟ ده انت تعبانه، تنزلي تروحي فين؟ لازم انزله، لازم انزله يا صفية. يا سمسم بيرو. ايه صلوا على النبي يا اخوانا، في ايه؟ اسمع يا زمان انت، احنا خلاص عرفنا ان انت اللي عملتها. حاجه واحده بس اللي عايز اعرفها، انت عملت كده ليه؟ انت كده كده ما عندكش اختيارات، ورقبتك اقل تمن على اللي عملته فينا، فاتكلم قبل ما تبطل تتكلم خالص. انتوا تقطعوا لساني ولا ايه؟ اسمع انا، انت ايه يا اخي؟ شيطان، انت ما عندكش دم، وسختنا ووسخت سمعتنا. اترحم على روحك كده، انت حتى الرحمه ما تجوزش. وانا هتكلم بس بشرط، لسه اسماء وولاء يسيبونا لوحدنا وانا اقول لك على كل حاجه. دخلنا شغل التعابين. وماله؟ احنا واخدين على شغل التعابين وشاربين سمه من زمان. اطلعوا على فوق يا بنات، اطلعي على فوق. ماشي يلا يلا يا ولاء، يلا يلا. ها هما بيعملوا كده عشان خاطر اللي كان بيني وبينهم. انا جايز اكون غلطت معاهم، ما انكرش، بس يعني ما كانش في حد مضروب على ايده. وبعدين يعني ما انتوا ستات اهو، ما قربتلكوش، مع انكم يعني من غير مؤاخذه شد منهم بكتير.
بكره هتعرفوا بالظبط مين اللي عملها، وتعرفوا مين اللي باعكوا على حق. اقسم بالله يا علاء، لو ما عرفت بكره مين اللي عمل كده الحكومه خلص عليك. كنت هغزه بالسكينه في رقبته، كل اللي قاله تعالوا لي بكره وانا اقول لكم مين اللي ورا القبض عليكم. وصدقتوه؟ بكره مش بعيد، بس بعد اللي شافه منى النهارده اكيد هيخاف. المره الجايه هقتله بجد. ايوه بس انا السكينه بتاعتي وقعت عنده في المحل، تفتكري ممكن يستغلها ضدنا؟ طبعا ده وسخ. تعالي نجيبها. يا جماعه اهدوا شويه، ما ينفعش تحسسوه انكم خايفين من اي حاجه لانه هيساومكم بيها، ده كلب. وبدل ما كان هو اللي مش عارف يعمل ايه عشان يسكتكم، هنبقى احنا اللي مش عارفين نعمل ايه عشان نسكته. طب وما قالكمش هو كان عايزكم لوحدكم ليه وما كانش عايزنا نبقى موجودين معاكم؟ سامحيني يا بنت ابوي، سامحيني. وقعدت مع الظابط وعملت محضر اختفاء واتهمت اهلها. يعني ايه؟ خلاص البنت كده راحت مننا؟ بعد الشر يا ليل، ربنا يرجعك لبنتك بالسلامة يا أمان.